ديما كتسمع بأن الصمت لغة العظماء أو لغة كل حكيم، وعمرك سولت علاش؟ ملي بدات البشرية والناس عندها معتقد واحد، أن أي حاجة نادرة كتلقاها غالية وعندها قيمة، وأي حاجة كتيرة كتلقاها رخيصة. ونعطيو مثال غير بالذهب، علاش غالي؟ لأنه كاين بكميات محدودة أو قليلة. إذا كتستخدمو الناس بالزواج وبزاف ديال الصوالح لأنه قيمته كبيرة، وكيعتبر الذهب رمز للسعادة والخير. لذا إلا كان كلام كتير حتى واحد ما غيسمعو، لأنه غادي يولي رخيص بنظرهم. والكلام اللي كيكون قليل الناس غادي تحتارمو واخا يكون تافه. والأهم من هاد الشي أن كل ما تكلمت كتر كتخلي الناس تكرهك وتولي شخص دون قيمة. القصة ديالنا هاد المرة بدات بروما، وبالضبط روما القديمة. في هداك الوقت كان ماركوس بطل عسكري عظيم، قدر يحقق انتصارات كبيرة وعظيمة. من غير هاد الشي ماركوس قدر ينقذ روما من بزاف ديال البرات. وماركوس فات حياته غير في القتال وفي ساحات المعارك، وكان قليل اللي كيعرفو بشكل شخصي، وهاد الشي خلاه يكون أسطورة ما بين الناس. كان ماركوس بنظر الناس ملاك مبجل كاين باش يحميهم، ولكن هاد الشي اللي صرا خلى ماركوس يستغل حب الناس ليه باش يولي في منصب القنصل. وكان هاد المنصب هو اعلى منصب في روما. صافي قرب وقت الانتخابات، وكان هاد ماركوس مع الرؤساء. ومنين جا الوقت ديالو باش يخطب قال كاع داكشي اللي فات منه، وداكشي كان خارج من القلب ديالو. والحروب اللي ربحها، المهم الناس واخا ما كتسمعش لماركوس عارفه القيمه ديالو، وباغياه يولي رئيس ديال روما. صافي ماركوس هو اللي ربح. قبل ما يولي رئيس كان خاصو يخطب، ولكن هاد المره ماركوس حس براسو، حيت دوك الرؤساء كانوا حاضرين تما. وقال واحد الكلام باش يستفزهم، بحال بغى يقول لهم انا هو اللي واعر فيكم، يعني راني حاكمها هنا. والناس ما عجباش الخطاب ديال ماركوس، قالت كيفاش ماركوس ولا هكا. المهم 60% من الشعب تراجع للقرار ديالو، وقرروا يردوا ماركوس للمنصب ديالو الجندي وبدون قيمه. حتى صحابو ما بقاوش كما كانوا معاه. صافي ماركوس رجع، ولكن راه باقي زعيم. ماركوس كره وقرر ينتقم. صافي مور ايام قليله كانت جايه واحد السفينه ديال الحبوب باش توزع على الناس ديال روما. وحبسهم ماركوس وقال لهم ما خاصكمش تفرقوها، حيت غادي تضر الناس، وهو راه باغي غير ينتقم من الشعب. والناس سمعت بهذا الشيء وطالبات بالاعتزال من ماركوس، ودارت مظاهرات عليه، ولكن هو ما بغاش يعتزل. نظم مجلس الشيوخ ووزع على الناس الحبوب، وطالب ماركوس باش يعتذر من الناس. وهذا الشيء اللي دار، مشى باش يعتذر والناس كانت كتسمع له. كان كلامه فيه شويه ديال العياقه، ومع الوقت ولا الكلام ديالو فاضي ومزعج، وبدا كيسب وكيهين في الناس. وجاو هزوه دوك الحراس وداو وطالبوا الناس انه يتعدم نهائيا. وصافي مع دخول الحكم النبلاء خفوا عليه شويه الى المؤبد. خلاصه لهذا الشيء، قبل ما يدخل ماركوس لمجال السياسه كانت سميتو كتعطي للناس شعور بالرهبه والعظمه، وكانت الناس كتبغيه لانه كانت خدمته وداك الشيء اللي دار هي اللي خلاته يكون راجل عظيم وشجاع. وحتى الناس عمرها شافت ولا سمعت سميتو. هذا كان اسطوره، ولكن الناس ملي شافت ماركوس وسمعت كلامه ولاو كيعرفوا عليه بزاف ديال الحوايج. وهذا الشيء خلى ديك النظره اللي كانوا داينها الناس على ماركوس ما تبقاش. واللي خاصكم تعرفوا انه كان ماركوس ما كانش يتكلم بزاف، الناس مش ديما تجي في داك الشيء ويبقى محبوب الجماهير. داك الشيء علاش خاصك تخلي كلام قليل باش تبقى قيمته ويكون مطلوب عند الناس. ما كنقول لك السكوت، يعني بلاص ما تهضر سمع، لان اللي كيسمع كتر كيعرف كتر. واخر حاجه اللي نقدر نقول ان بالصمت كتخلي بنادم ديما يحس انك مخبي شي حاجه وانك غامض. هو ما عارف عليك والو، وديما غادي يبغي يعرف. ومنين يعرف صافي سلام منك. لا داخلك ديما مخبي داك الشيء باش تبقى شخص ذو قيمه ومحبوب. المهم وصلنا لنهايه هذا الفيديو، ما تنساش معك واحد لايك واشترك في القناه. حتى الفيديو الجديد ان شاء الله.